يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده، وروتين النهارده قوي جدا، كله رغاوي كده وروايح حلوه، كله طاقه ان شاء الله هيحفزك وينشطك ويخليكي تقومي تاكلي بيتك اكل. لو انت وراكي اي حاجه شغلي كده الفيديو جنبك وابداي ان انت تشتغلي وخلصي شغل بيتك. سيبك بقى من الكسل ومن اللكفته كده تحت اللحاف، وابداي قومي كده وتنشطي معايا وخلصي كل شغل بيتك، وخلي بيتك كده بيطلع من كل ركن ريحه حلوه وريحه نظافه. فيديو النهارده هينسيكي الكسل نهائي نهائي نهائي. قبل بس ما كده نبدأ الفيديو بتاعنا، هستأذنكم تنزلوا اعملوا لي لايك وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل اشعار بفيديوهاتي الجديدة اول باول. بصوا بقى، اول حاجة كده هنعمل ايه مع بعض. طبعا احنا في الفيديوهات اللي فاتت شيلنا كده مع بعض الكوشنز بتاعة الكنبة، فهنبدأ كده ان احنا نغسلهم مع بعض، وهنغسل المصلية بتاعتنا ونلم كمان كل البوت اللي في الشقة عندنا، ونبدأ ان احنا نديله كده غسلة وتعطيرة حلوة قوي. وكمان الفروع الزرع بتاعتنا، هقول لكم كمان كده على شوية افكار بسيطة خالص هتغير من شكل شقتك 360 درجة. حاجات مش مكلفة نهائي، حاجات بسيطة جدا تقدري ان انت تجيبيها يعني بأقل التكاليف، وكمان هتفرق معاكي جدا جدا. بصوا بقى، اول حاجه كده دخلنا الحمام اعزكم الله. الروتين بتاعنا النهارده كله في الحمام. ليه؟ عشان هنغسل وهنعمل كده ايه، شويه رغاوي كده ونضافات كده وحاجات حلوه قوي مع بعض. بصوا، جبنا طبق كده صغنطوط زي اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا قبل اي حاجه غسلنا الحوض بتاعنا غسله محترمه، وكمان حطينا الطبق ده وحطينا فيه شويه كلوريكس الوان وشويه برسيل جل. كل الحاجات دي زي ما احنا معتمدين كده مع بعض، الاقتصاد كده والتوفير مع بعض، الحاجات دي كلها سايبه. يعني ايه سايبه؟ يعني جايبينها من اي كده مصبان او اي بتاع منظفات، تخشي كده عنده وتقولي له لو سمحت عايزه حاجات من السوائل اللي عندك، اللي هي ايه بتتباع كده ب5 جنيه ب10 جنيه، ربع كيلو نص كيلو زي ما انت عايزه. عامه الكيلو من الحاجه ما بيبقاش غالي خالص خالص خالص. صدقيني هتلاقي نفسك طالعه من عنده كده موفره لك مثلا اقل حاجه كده بتاع 100 جنيه في المنظفات دي لوحدها. بند المنظفات زي ما احنا متفقين بند يعني عايز له ميزانية لوحده. فازاي بنوفر وبنقتصد فيه؟ طبعا في فيديوهات اكتر من فيديو منفردين كده لان انت توفري ازاي في بند المنظفات. خشوا كده على الصفحة بتاعتي، خدوا لكم لفة كده فيها، صدقوني هتعجبكم جدا، هتستفادوا منها اكتر من اي شيء تاني. بصوا بقى، عملنا ايه هنا بعد ما حطينا كلوريكس الالوان وحطينا البرسيل جل. ايه دمجناهم كده مع بعض بايدينا، وبعد كده بدأنا جبنا فروع الزرع بتاعتنا، حطيناهم اديناهم شطفة. وبعد كده جبنا البود دي كلهم، التلاتة دول حطيناهم، دول اللي عندي الحقيقة. حطيناهم كده وبدأنا نديهم شطفة. طبعا الزرع ده يعني بصراحة سعره دلوقتي بقى بتفوت من مكان للتاني، بس عامة أسعارهم يعني إلى حد ما غالية شوية. أنا كنت جايباهم أيام ما كانوا يعني إلى حد ما رخاص شوية، كانت الواحدة عاملة 50 جنيه. تمام كده. فروع الزرع دي صدقوني بتفرق في المكان، يعني محدش متخيل بتفرق ازاي. انا عن نفسي الحاجه الخضراء بتفرق معايا، بتديني كده راحه كده في النظره كده، يعني عيني كده بتبقى شايفه الحاجه كده جميله، مريحه نفسيا. ده بالنسبه لي انا. يعني لو انت كده حضرتك حوشتي كده شويه مبلغ كده بسيط خالص، يعني فلوس جاتلك من قرايبك، مامتك مثلا اديتك عيديه، اديتك فلوس يعني خاصه بيكي، جوزك لو بيديكي مصروف شخصي، يعني قرش على قرش على قرش، حاجات بسيطة. مش هقولك حطي كل الفلوس اللي معاكي عشان تجيبي لك مثلا زرعة ولا بوت ولا حاجة كده بسيطة، لا. يعني حاجة شيلي كده قرش في قرش، حاجة كده بسيطة خالص. اعملي لك حصالة شيلي فيها الفضيات اللي بتتبقى معاكي من طلعتك من السوق. آه صدقيني بعد فترة كده هتلاقي نفسك مثلا هتنزلي تجيبي لك شوية حاجات بسيطة. ده لو انتي الزرع او الخضار او الحاجات دي بتفرق معاكي في المكان. تمام كده. لو ما بتفرقش خلاص يعني هي مش ضرورية، ولكن انا بتكلم على الناس اللي الحاجات دي بتفرق معاها وبتفرق في نفسيتها. اديتهم كده غسلة حلوة، بعد كده اديتهم شطفة حلوة من الصابون يعني والرغاوي والكلام ده، وبعد كده حطيت مية تانية نظيفة، حطيت عليها شوية معطر اللي هو معطر فريدة. صدقوني ريحته مفيش أروع من كده، ثابته جدا، حلوه جدا، ريحتها كده ريحه محترمه. حطيتهم بعد كده اديتهم شطفه بيها كده، وبعد كده يعني زي ما انتوا شفتوا كده نشرتهم بمعنى اصح، او فردتهم في البانيو بتاعي. طبعا اخد غسله هو كمان محترمه، فردتهم كده بالشكل ده بحيث ان هما بس ينزلوا الميه اللي فيهم، وما يبقوش يعني لما احطهم مع بعض كده ما يعملوش ميه او ما يركموش ميه. بعد كده عملت ايه؟ كده خلصنا خلاص من الزرع. جبت كده البانيو اللي هو بتاع ياسر القديم، حاولت اني انا املى الحوض بتاعي، ولكن حسيته يعني مش هيبقى عملي خالص. جبت البانيو بالشكل ده،
مليته مَيّة زي ما أنتم شايفين، طبعًا على أكتر من مرحلة. نزّلت التراب الأول، وبعد كده حطينا بقى الصابون والحاجات دي كلّها، معتمدة معايا كلوريكس الألوان، البرسيل الجل، الأريال اللي هو المسحوق، أي مسحوق عندِك. أنا كنت مستخدمة باهي، تمام كده. عندِك باهي، عندِك أوكسي، دول برّه المقاطعة، استخدميهم، ريحة حلوة جدًا، رغوة حلوة جدًا، نضافة، تمام كده. حطيت حبّة محترمين، بُصّوا زي ما أنتم شايفين المَيّة نازلة روبة، تمام. فبعد كده على فكرة المَيّة نازلة كده مش إهمال منّي ولا أي حاجة، ولكن علشان الكنبة السرير دي فوقيها على طول شباك، اللهم بارك 3 ضُرف، وكمان البلكونة، فكل دول بيردموا لي الشقة حرفيًا تراب. فالأكيد إن أنا مش هاقعد يعني مش كل شوية هاشيل الcushions واغسلها، لأ طبعًا، يعني كل حاجة كده بتاخد حقها وبعد كده باشيلها. أنا أصلًا كنت عارفة إن أنا كده هاشيلهم، فما حبيتش إن أنا أشيلهم بدري عن ميعادهم، لإن أنا كده هالِم الدنيا كلّها مرّة واحدة، فما كانش ينفع إني أنا أشيلهم وأحط كسوة جديدة وأبدأ أشيلهم تاني، فحرام يعني. أنا قُلت ياخدوا كده إيه، يكمّلوا بهدلتهم بمعنى أصح، وبعد كده يتغسلوا مرّة واحدة. غسلتهم كويس، حسيت بقى إيه، إن أنا لأ، لسه محتاجة إني أنا أغسلهم تاني عشان الحاجة كده تبقى زاهية معايا وباينة، ويعني ترجع كده لرونقها تاني. فبدأت اديتهم غسلة تانية، فضّيت المَيّة دي ومليت مَيّة تانية وحطيت نفس المكونات تاني، اللي هي المنظفات، اللي هي كلوريكس ألوان، برستيجل، آآ أوكسي أو باهي، أي مسحوق باودر عندِك أو جل حطّيه. أنا كده حطيت أكتر من نوع، ليه؟ علشان يدّيني رغوة أكتر، عشان يدّيني نضافة أكتر، علشان يعني الحاجة كده تنضف معايا وأحس إن أنا اديتها حقها بجد. بدأت بقى نزّلت البانيو كده على الأرض. الفترة دي طبعًا كان الوقفة بالنسبة لي صعبة جدًا، حطيتهم كده في الأرض، وبدأت بصراحة مسكتهم، يعني غسلتهم غسلة محترمة زي الكتاب ما بيقول. وبعد كده عملت إيه، مليت البانيو كده يعني 3/4 مَلْية كده، وبعد كده نزّلتهم كلّهم فيها واديتهم شطفة مرّة و2، وبعد كده حطيت المُعطِّر ده زي ما أنتم شايفين في البخاخ ده. البخاخ ده بتاع جليد، فضي عندي بصراحة ما رميتهوش، حسيت إن هو عملي شوية، ورُحت إيه، بدأت، مع إني على فكرة أنا عندي كذا بخاخ يعني، ولكن عادي يعني قُلت ده هاستخدمه كده إيه، للحاجات اللي هي الملابس والحاجات دي. طبعًا أنا عملت الطريقة دي معاكم برضه في تعطير ال الس ال المشّايات اللي عندي والستاير والكلام ده كلّه، طريقة عملية جدًا وحلوة جدًا. بعد ما صفّيت الcushions حلو جدًا، 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 عصرتهم كده وسِبتهم برضه يتصفّوا على البانيو برضه، وبعد كده جبتهم، بُصّوا تحسّوهم إن هُم مش مبلولين، كده أنا كنت خلاص رايحة أنشرهم. يعني طبعًا ما بناخدش الحاجة كده إيه، بتشُر مَيّة ونبدأ إن إحنا ننشرها ونضايق في غيرنا ونرازي في غيرنا، لأ، يعني سِبت الحاجة كده خدت حقها خالص في إن هي تنزّل مَيّتها كلّها ونشفت. ما فيش مشكلة، ممكن تسيبيها من يوم لتاني يوم، وبعد كده ابدئي إن أنتِ تنشريها، ما تضريش حد. فما فيش أي مشكلة إن أنتِ تستني مثلًا اعصري، يا إما تعصري الحاجة على إيدِك كويس جدًا وتتأكدي إن هي لو اتنشرت مش هتأذي اللي تحتِك، يا إما تسيبيها كده تفرّديها مثلًا على أي حاجة عندِك في الحمام، وتاخد حقها خالص في إن هي ت ت يعني تنزّل مَيّتها، وتاني يوم الصبح ابدئي إن أنتِ انشريها، ما فيش أي مشكلة. أنا عصرتهم كويس، بعد كده جبتهم في الطبق ده كده، وبقيت أقلِّب الكسوة كده يمين وشمال على الوشين، وابدأ إن أنا أرش عليها المعطر ده، طبعًا أنا عاملاه مركز. وكمان غسلت المصلية بتاعتي دي، أنا باحبها جدًا، غسلتها وبعد كده بدأت إن أنا أعطرها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا كانت بُصّوا اللي هي الشراشيب بتاعتها دي اللي بيّنت لي مدى نضافتها. وجبت برضه الزرع معايا، بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا بقى زاهي كده ولونه بقى حلو، حاجة كده تحفة. صدقوني الموضوع ده بيفرق في نفسيتِك فوق ما تتخيلي. جربي كده في مرة تبقى الحاجات اللي حواليكِ مطربة، وتبقي قاعدة كده شايفة كل حاجة حواليكِ مطربة، وجربي إن أنتِ تمسكي كده الحاجة تغسليها وتعطريها وتديها حقها في النضافة، وتبقي قاعدة كده شامة ريحة حلوة، شايفة الحاجة كده نضيفة وبتلمع قدامِك، وآخدة حقها في النضافة. صدقوني الموضوع هيفرق جدًا، جدًا في نفسية الست. بنقعد نقول إن إحنا متضايقين ومخنوقين وفي طاقة سلبية لأ، صدقوني الطاقة السلبية دي أغلبها بنبقى يعني واخدينها من الحاجات المحيطة حوالينا، من كل حاجة، أشخاص، يعني حاجات في البيت. صدقيني ممكن يبقى بيتِك التراب اللي فيه هو ده جالب عليكِ الطاقة السلبية دي. فعشان كده دايمًا، دايمًا باقول إن نضافة البيت أهم حاجة بالنسبة للست. ليه؟ لإن أنتِ بتقضّي أغلب وقتِك فين؟ بتقضّي أغلب وقتِك في بيتِك. أنا عن نفسي واحدة بيتوتية، باعشق قعدتي في بيتي، باحب قعدتي في بيتي جدًا، يعني الحمد لله، الحمد لله.
اللهم ديمها نعمة. في غيرِك يعني دي حاجة حلوة جدًا، في غيرِك ما بيبقاش يعني لا قدّر الله ما بيبقاش طايق يقعد في بيته، مش طايقة تقعد في بيتها مثلًا يومين على بعض. لأ طبعًا إحنا يعني حتى الناس البيتوتية دي ممكن تبقى شايفة إن دي حاجة وحشة، لأ صدقيني دي نعمة كبيرة من عند ربنا، إن أنتِ تبقي حابة بيتِك وحابة قعدة بيتِك، بتحبي تهتمي ببيتِك وتعتني ببيتِك وبكل حاجة في بيتِك، دي حاجة حلوة جدًا، أحسن من إن أنتِ تبقي مش قاعدة مش طايقة بيتِك، نِفسِك مش جايباكِ إن أنتِ تنضفي، ولا نِفسِك جايباكِ تجددي، ولا عايزة تعملي أي حاجة، أنتِ أصلًا قاعدة في البيت بالعافية، يعني بتزُقي كده أيامِك فيه، فلأ يعني ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. ويديم علينا كده يعني هديان سرنا وحبنا لبيوتنا كده والدفى والعمار في بيوتنا، ربنا يديمه نعمة. بصوا بقى بعد كده مسكت البساكت كده، لميت البساكت من الأوض وبدأت إن أنا أغسلها برضو كده غسلة محترمة. لو تلاحظوا كل اللي فيها تراب، مفيهاش أي حاجة. تراب ليه؟ لأن أنا أصلا مش بستخدمها، يعني أنا ما بستخدمهاش، ما برميش فيها أي حاجة. زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو، أنا بحط فيها الأكياس وأبدأ إن أنا بستخدمها لما بيكون في ضيوف عندي. ليه؟ لأني أنا يعني مش عارفة يعني أغلب قعدتي مثلًا لو في الصالة ما بنستخدمش حاجات كتير، بالِم كده الحاجة مرّة واحدة وباروح مدخّلاها في الباسكت بتاع المطبخ. في الأوض برضه هكذا، الأوضة جنب المطبخ، اللي هيخلّيني أتحرّك للباسكت هنا، يخلّيني أتحرّك للباسكت هنا، ما فيش خطوتين أصلًا. غير كده باحس إن لو مثلًا أعزكم الله رميتِ يعني إيه، آمم قمامة كتير، أو الباساكت كده إيه، بقى فيها في كل مكان، تحسّي إن هي بتجيب لِك طاقة سلبية، فلازم الباساكت دي تتنضّف أول بأول حرفيًا، أول بأول، يعني كل يوم تشيلي الأكياس دي. فأنا ما عنديش عدد أسرة كبير، أو ما عنديش أطفال مثلًا كبيرة اللي هي مثلًا بتاكل وترمي والكلام ده كلّه، اللي هي يطلع من وراها أعزكم الله قمامة، علشان خاطر أهلك نفسي في الموضوع ده، أو أفضل ألِف كده على الإيه، الباساكت وألِم في أكياس. لأ، يعني لمّا ولادي إن شاء الله كده ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم ويرزق كل مشتاق، يكبروا كده ويبدأوا إن هُم يستخدموا الأوضة بتاعتهم والباسكت والكلام ده كلّه، ويبدأوا إن هُم يطلع من وراهم قمامة كتير والكلام ده كلّه، ساعتها أبدأ إني أنا أعمل الخطوة دي. ولكن غير كده مش مستاهلة، يعني إحنا أصلًا 3 أفراد، معوّدة ابني يروح ارمي مثلًا في الباسكت، فهو عارف الباسكت اللي هو في المطبخ، أكيد يعني مش مشوار عليه ولا حاجة، وإحنا هكذا، فالموضوع مش محتاج بصراحة فرهدة يعني. بس فلو أنتِ عدد أفراد اللهم بارك كتير، تبدئي إن أنتِ تحطي باسكت في كل أوضة وكيسة، وتبدئي إن أنتِ الصبح كده تلفي تغيّري الأكياس دي وترمي كل الكلام ده كله. الموضوع ساعتها هيبقى نضافة وطاقة إيجابية وحاجة كده حلوة جدًا، وتعطّري الباساكت بتاعتِك وتعقّميها لمّا تيجي تغسليها. بس غسلتهم بالشكل ده وسِبتهم كده على طرف البانيو يصفّوا مَيّتهم، طبعًا بعد ما عقّمتهم كويس. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وباشكر الجميلة اللي وصلت معايا لغاية هنا، وطبعًا ما تنسونيش في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.